الأسعار الجنونية التي بلغتها السيارات خلال سنة 2022 بدأت تشهد تقهقرا غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة بمجرد اتفاقات تصنيع السيارات التي أبرمتها الحكومة الجزائرية تزامنا مع قرار رئيس الجمهورية القاضي باستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات سير. ما عليهاش صافا لاباس بربي إن شاء الله السوام ولات كما كانت من قبل، ما بقاتش بالغلا والهبال هذاك اللي كانت به، بربي ان شاء الله هي لاباس. الدور تعرف باللي السوق طاح. الهضره هذه اللي سيهضر سيد الرئيس هذه يهضرها الناس اللي يعرفوا السوق ماشي الناس من طرف. الإدارة الرسمية هذه ما زلنا ما قريناهاش شويه، بصح حنا قاعدين نشوفوا مع السوق راه يبان متوسط. قرار جاي في الصواب، قرار ينفعنا حنا دوك انا كي نبيع حاجه برخا نشري برخا. سي نورمال يجيبوا وراه المشكل. شري ب 100 تبيع ب 100، شري ب 400 تبيع ب 400. وبنبي صلات الناس. مشريه 160 عطاوني نهار الاثنين في فدول 142 18 مليون راهو. قالوا راهم جايبين الكراريس، اللي يشري خاب واللي يبيع خاب. هادي حسبك انت. انا راه ما عندي 4 واحده ما تبيعش. باعة السيارات وخاصة السماسرة الذين اشتروا عددا من السيارات بغرض تحصيل أرباح مع موجة اللهيب في الأسعار اشتكوا فقدانهم لمبالغ معتبرة تصل 60 مليون سنتيم. سعر السوق انا الطوموبيل تاعي ها هي كانوا يسموا بها ب 25، هم عطاوني 93. السومه الناس قاعده تسوم ب 100 مليون لورا، كاين اللي يبيع ما كانش اللي يبيع. هاد الطوموبيل راه نبيعها له ب 50 لورا ما يشريش. شريت السامبول ب 280 عطاوني فيها 220، راني مخلي فيها 60 مليون. سوق السيارات بات إذن يتجه يوما بعد يوم نحو وضعه الطبيعي والتراجع للأسعار المتداولة في وقت سابق.